طيب هو بيبقى في شكاوي كتير قوي من منتجات الشعر في الاول عشان خاطر هي بتوقع الشعر، وان هي مش بتطلع الشعر كويس. بالعكس احنا بنبقى جايبينها عشان خاطر تطلع لنا وتكثف لنا الشعر بتاعنا، او ان هي بتطول الشعر وتحافظ على الشعر من التساقط والهيشان وبتدينا نتيجه عكسيه. وده في الاول، وده في الفتره اللي الناس اصلا مش بتصبر فيها. في حاجتين عايزاك تعرفيهم، ان الشعر اصلا بيبقى ليه مراحل نمو. مراحل النمو بتاعتي انا ما بظهرتش عليها عشان خاطر اشوف بعيني نتيجه كويسه بطريقه استخدام كويسه، مش هتوصل للنتيجه اللي انت عاوزها. تمام. تاني حاجه، يعني الفتره دي اصلا بتبقى من 3 ل 6 شهور، وفي الناس اللي عندها صلع وراثي بتبقى حوالي سنه، يعني سنه وشويه كمان بتلاقي نتيجه محترمه على حسب المنتج اللي انت جايبه، او على حسب الحاجات اللي موجوده جوه المنتج والروتين اللي ممشيه عليك المختص اللي انت متابع معاه والدكتور اللي انت متابع معاه. تاني حاجه مهمه جدا هو ان المنتجات الطبيه الصح اللي بتشتغل بطريقه صح بتوقع الشعر في الاول اللي هو ميت مش واصل له اي بلاد، زي ما قلنا ان هي بتوقع الشعرايه اللي مش بيبقى واصل لها اي بلاد سيركيوليشن، مش واصل لها اي تغذيه من الدم اصلا، مش واصل لها بصيلات، مش واصل لها قصدي شعيرات دمويه، مش واصل لها اي تغذيه من الدم. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نوقع الشعرايه دي، بنقولها شعره ميته اصلا مش ملهاش اي 30 لازمه. وبيبدا المنتج بقى بعد فتره من شهر ونص 3 شهور، ده على حسب الحاله الصحيه بتاعه الشخص، يبدا بقى نطلع بيبي هير. ممكن لو المنتج محترم شويه وفيه شويه حاجات يعني طبيعيه فعلا بتشتغل على البلاد سيركيليشن وبتشتغل على الدوره الدمويه بتاعه الشعر وبتشتغل على البصيله وبتشتغل صح، بتلاقي ممكن في البصيله يطلع لك شعرتين عادي وثلاثه، او بتكثف الشعر بطريقه ما انت بتشوفها وبتلاحظها اصلا في البدايات. بس عايزه اقول ان هو غلط ان احنا نوقف اي منتج بتاع شعر بيوقع علينا الشعر كله في الاول، وبعدين انت اصلا كده انت ما حافظتش على حاجه ولا وقفت تساقط، وبالعكس زودت وقعت حبه الشعر اللي عندك. تاني حاجه ما صبرناش عشان نلاقي نتيجه كويسه وصرفنا فلوسنا وراحت على الارض. بس كده.